السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم. كل الناس بتمر بمراحل مختلفة في حياتها، والحياة فيها نجاحات وفيها إخفاقات، فيها فرح وحزن. ولما الحزن بيمتلك الإنسان بيصيبه بالإحباط، والإحباط هو حالة من انكسار النفس بسبب مخالفة الواقع لتوقعاتنا. وغالبا بيكون الإحباط بعد تجربة سلبية مر بيها الإنسان، كان نفسي في حاجة وما حصلتش، أو كنت متوقعة من شخص حاجة ولقيت حاجة تانية خالص. من أسوأ أنواع الإحباط بيكون قبل المحاولة، يعني أقول إني شكلي كده مش هعرف أوصل للي بحلم بيه، أو إني مش هجرب لإني أكيد هفشل. والشيطان بيحب يشوف الإنسان وهو بيفكر بالطريقة دي وغرقان في الإحباط والمشاعر السلبية. الإحباط بيكون بسبب عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية كمشكلة الخجل الشديد، فقدان الثقة بالنفس، الخوف والقلق والتوتر، الغضب السريع وغيرها كتير من الأسباب. أو بيكون بسبب عوامل خارجية زي قلة الموارد والإمكانيات المتوفرة لتحقيق الهدف، وضع هدف أكبر من إمكانياتك الحالية، الأشخاص المحيطين ودورهم السلبي، عدم وجود أي خطط بديلة في حال فشل الخطة الأساسية. بعض علماء النفس أكدوا على نظرية مهمة جدا، وهي إن في علاقة وطيدة بين الإحباط والعدوان. وهناك دراسات عديدة أكدت أن السلوك العدواني بيكون ناتج عن شعور بالإحباط. أعراض الإصابة بالإحباط: فقدان الاهتمام بالسعادة سواء داخل الأسرة أو بين الأصدقاء، عدم القدرة على التركيز والتذكر، الإحساس ببعض الآلام العضوية بلا سبب واضح، اضطراب النوم، فقدان الشهية، القلق والتوتر الدائم، فقدان الثقة بالنفس، البكاء الدائم بدون سبب، وأخطر الأعراض وهو التفكير في الانتحار. من أكتر الأشياء اللي بتسبب الإحباط هي مقارنة نفسك بغيرك، وإنك دايما شايف نفسك أقل من الناس اللي حواليك. عشان كده مهم جدا إنك تحسن صورتك وكلامك عن نفسك، ودايما تقول لنفسك كلام إيجابي: أنا هنجح، أنا هوصل لأحلامي، وتكون في خيالك قصة نجاحك وكأنك عايشها دلوقتي. كشفت دراسة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالإحباط عن الرجال بسبب تعرضها لمشاكل أكبر من التمييز بينها وبين الرجل في الأسرة والعمل، بالإضافة إلى الضغوطات الحياتية بجانب دورها كأم. طيب إزاي أتخلص من الإحباط؟ ده السؤال المهم. تعلم الاستفادة من الأخطاء وكمل حياتك، وحاول مرة أخرى لكن بطريقة مختلفة. التغلب على الأصوات الداخلية السلبية بالحديث عن نفسك بطريقة إيجابية، والإكثار من ذكر الله، وخاصة لا حول ولا قوة إلا بالله. الابتسامة حتى لو كنت في قمة الإحباط. ممارسة الرياضة تساعد دايما في تغيير الحالة النفسية للأفضل وتفريغ الطاقات السلبية. النوم الجيد شيء أساسي للصفاء الذهني والمساعدة على حل المشاكل. أهم شيء لا تركز على السلبيات في حياتك، بل في عز الأزمة والإحباط قول الحمد لله، وركز على الإيجابيات والنعم اللي عندك، ستشعر براحة. التنفس بطريقة صحيحة مهم للتخلص من التوتر. الترفيه عن النفس والابتعاد عن مواقع التواصل. اهتم بنفسك واعمل شيء بتحبه. حاول في عز أزمتك تساعد حد محتاج وتفرحه، أكيد هتحس بالسعادة وإنك قدرت تفرح حد أو تفيده. وفي استطلاع رأي لحضراتكم: هل عانيت من الإحباط في حياتك؟ نعم أم لا؟ جاءت النتيجة كالآتي. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وأتمنى تكونوا استفدتم، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة، والسلام عليكم.